ولما رحل هاني شاكر في ناس كتير بعد الجنازة قالت جملة غريبة جدا ومؤلمة في نفس الوقت: ده كان وداع فقير. ناس كتير كانت متخيلة إن جنازة لأمير الغناء العربي لازم تبقى جنازة أسطورية وزحمة جدا، لازم يبقى مشهد تاريخي وملحمة شعبية زي جنازات الزمن الجميل، لأن فنان زيه بحجم هاني شاكر يستحق طبعا جنازة شعبية. الجنازة دي تبقى للذكرى ولكل الأجيال اللي جاية زي عبد الحليم حافظ وأم كلثوم. لكن يمكن الحقيقة كانت عكس كده تماما، لأن هاني شاكر بمنتهى البساطة ما كانش بيحب الدوشة، عاش هادي شيك مرتب وبعيد تماما عن الفوضى. حتى حزنه طول الوقت كان هادي، حتى نجوميته كانت مؤدبة، فيمكن كان طبيعي جدا ان رحيله كمان يبقى بنفس الطريقة، خصوصا في زمن بقت جنازات مشاهير كتير للأسف بقت أقرب للفوضى، تصوير وزحمة واستعراض وترندات، لدرجة ان في ناس بقى أكل عيشها أصلا من ورا الجنازات دي. يمكن الوداع ده ما كانش وداع فقير، كان وداع هادي، كان وداع راقي يليق بشخص وفن هاني شاكر. ويمكن أهم حاجة في كل ده ما كانش في عدد الناس اللي مشيت في جنازة هاني شاكر، لكن في عدد الناس الكتير جدا اللي أول ما سمعوا الخبر ما استوعبوش الرحيل. تحس إنهم كده ابتدوا يسكتوا شوية علشان يستوعبوا الخبر وكأنهم فقدوا النطق. هاني شاكر ما كانش فنان، ما كانش إنسان، كان حالة بتعبر عن زمن مهم، زمن كبير، زمن فقدنا فيه حاجات كتير قوي حلوة، فحسينا من كل قلبنا إن رحيل هاني شاكر ده معناه رحيل الزمن الحلو ده كله. بحلم نكون في زمان فيه الليالي أمان، ولا يبقى فيه أحزان ونعيش ما نندمش. وداعا هاني شاكر.